جاني خبر عاجل هالحين، فيه علاج منتشر بالأسواق يسبب فقدان الذاكرة، انتبهوا. وبعدين تفاصيله كلها أعلمكم بالتغريدات الجاية. هاو! يقول لك في دواء منتشر في السوق يسبب فقدان الذاكرة. قبل شوي واحد كاتب في تويتر إن واحد استخدمه وتضرر منه. مين اللي كتب الخبر ذا؟ بسوي له رتويت حاليا. هذا أبو درعم، أخباره حصرية. يا زلمه لك هذا الدواء للبهايم مو للبشر. شو هاد؟ شيء مثلوثة. ايش الهرجة يا ليل؟ طالب مطبي جاب لي مثلوثة. عادي كلها نعمة. كلها نعمة لكن هذا مستقصدني. أنا أوريك. اهدى يا هو يا عامر. ايه يا ابو اهدى. شوفوا يا اخوان، شوفوا الشركة تيجي ترمي الدجاج هنا ويجون يحطونه لكم وانتم تدقون في النعمة. هذا الدجاج كله ضربة الشمس من الفجر يجون يحطونه. شوفوا يا اخوان، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه وحش يا عامر، هذه المقاطعة الدسمة. خلنا نغرد به. شايف ذا المقطع يا ولدي؟ خير يبا، وشو؟ هذه المطاعم وساختها، كم مرة أقول لكم يا زين أكل البيت صحي وأنظف لكم، لكن أنتم إخوانك ما تفهمون. شوف أتحداك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش بلاك؟ تقفل المطعم وانحاست سمعته واخذ له مخالفة من بلدية. كبير أبو درعمة. كبير، هذا بفضل الله ثم جهودي. عاد اي شيء يحتاج نشر اكيد عندك يا ابو درعمة. هزهله. شوف كدوش كاتب بتويتر مساء الخير على الجميع، رد عليه واحد اسمه وحش النظيم وقال له ضف وجهك الركبه انت وشعرك اللي كانه اسبوع الشجره. أبوك يا النتفة، اسمع، ادخل على حسابه وصور التغريدة ونزلها في حسابك. خلى العالم طقطق عليه. بس حسابي انا خبر توعوي. بس ايه يا ابويا، خل العالم تفل تضحك، عادي تنوع حسابك كده متابعين ما في الا طالع فوق. خل فيها كوميديا. كوميدي كوميدي كوميدي. شو اقول الله، الحين اوريك الهول. ايش فيك؟ شوف تغريد ابو درعم على الكدوس. حداك. أحلى رتويت للوحش. تغريده قويه الصراحه. سو خفيف دم ذا على راسنا. دبيب. يجيك الرد الحين. هلا والله بالاكشن، قبت بينهم. يا ابويا صار هذا يرد وهذا يرد وشكل الموضوع بيطول. لا انا بفجرها. اسمع ابو درعمه، هلا. سو هاشتاج مضاربة مخرج 5 ونزل تغريدة يوم الخميس مضاربة بين كدوش ووحش النظيم وخلى العالم تدهر الدرعم في الهاشتاج. هزهله. هاو. بس اهم شيء يجيك راس براس، ولو جاب معاه فزعة لا تخاف، ابجيك انا والعيال. لا يا عامر، ما تقصر انت عيال حاره. ذا اذا هايط بكره بفقع وجهه قدام العالم وخله هياطه ذا ينفع بعدين. اوريك فيه. اوكي، لا اوصيك. مع السلامة.
رايك تعرف في التويتر؟ ومن انت اصلا؟ معك وحش النظيم، تبيني اجلد قدام اخوياك؟ وين اللي جاء؟ بنزل له يومين. عاد تصدق قطتي انا وشكش زاهبه، بس كفته الله يستر عليه، الله يستر عليه. بس ايش بلا وكفته؟ طلع بياع. بياع مخدرات. ايه رخ ولا مخدرات؟ ايه حوذا راقبه. ها؟ شوفون يا الربع، هذا البياع كفته، الله لا يبلانا ما بلاو، راقبته يا ما وقفوا بهذا. هذا البياع كفته، الله لا يبلانا ما بلاو، راقبته. شفت فضيحة كفته؟ وش فيه؟ كفته ابو درع ما يبيع مخدرات. وتصدق عاد شاك فيه من زماننا؟ لا والله انا انصدمت، اقول الله يستر علينا، اقطعها معه بس. الله لا يبلانا بس، الله لا يبلانا. عامر عامر سمي بسم. اسمع عاد، من اليوم ورايح ما بيك تمشي مع كفته. كفته سمعتها ما هي بزينه، ويقولون بالحاره انه يبيع مخدرات، ولا بك تمشي معه؟ اوف مخدرات؟ ابشر يبا ابشر، ما عدني ماشي معه تامر امر. يا ولدي حبيبي لا تمشي معه. راحت عليك يا ابو الكفاتي. الو، السلام عليكم. هلا بك. معك رجل الاعمال سالم بن سالم، الله يسلمك. سالم بن سالم؟ هي ريال انا. متوكد انت؟ ابيك تجيني البيت، ابيك بموضوع. الحين يجيك، الحين دقايق. حياك يبا، حياك حياك. اصبر دقيقة. والحين نسوي مسابقة جديدة. من هو استنى ايش في يا اخي، استنى يا اخي، يا الله مالك انت هو يا اخي، استنى يا مالك انت هو، ايش في استنى يا اخي، استنى انت، استنى يا اخي، اقول لك استنى. اكو واحد يقول رفيجه المكيف حار، كان يرد عليه حار حطه مثل لا وجه. حلوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قط عليه. شنو الجوع اللي دخل علينا هذا؟ حلوة هذه جحا، حلوة. تضحك يا سيد قشطة ولما تعرفنا على الرجال. هذا اتركوا هذا، اتركوا المروح هذا. شوف لي يمينك. هذا رفيجنا ابو شلاخ. ابو شلاخ مختفي انت؟ لا مختفين ولا شيء، بس يمكن مجال الاعلام شوي ابتعدنا عنه والصحافة. اي خلاص ولي عقبه اللي مليان وجهه خنافس وشه. هذا شايبنا ابو ايمن. طرف علم بيعفون واحد من الوزراء وبيفطر باكر في بيته. اسمع، وابو بدله ابو كرفتة هذا وشه؟ هذا صاحب المفاتيح. انا صاحب المفاتيح اللي 10 سنين عم بربح كمبيوتر وسيارات، مو احسن منك انت يا راعي الايفونات. الله اكبر، اشوفك عندي في المنشن كل ساعه ترتوت. تبي ايفون؟ البلية هذا حق الملايين. ايه بعد وجه. حياك ابو درعمه، خذ لك ايفون. لا وتشوله؟ اعتبره عربون صداقه حق التويت يعني. وش مناسبته؟ وش فيها يعني؟ يا ريال لا تكبر المساله، كل الجماعه يرتوتون لي. هي تريد داقن علشان ارتوت لك. انا يا سيد قشطه ما انشرى بالجوالات والفلوس، تسمع ولا لا؟ تسمع؟ هو بعد ما افتتحوا العروبة راحت على خريص الزحمات.
زاد 150 ريال شهر. لقيناك الحنا. انا اوريكم. الو. هلا ابو درعمه، كيف حالك؟ يا اخي وحشتنا. اسمع، تقدر تجيني تسير علي في الاستراحه؟ يا ابن الحلال يا تجار، عندي لك شغله احلى من الاجار. ايه هلا والله، حياك. اركد بديتك. الأخ والعيال 15,000 ريال يا أخويا. الشهر اللي طاف هي 70 ريال، وش ولي نقص ال 15؟ شايف كيف؟ هذه يبيلها درعمه في التويتر وخلى العالم تهشتقهم. والله انك صاد، موضوع دسم هذا. صور عند العداد وخلي الفاتوره معك وشوف العالم، ما تصدق على الله. يا جماعة هذه فاتورة الماء حقت الاستراحة. شوفوا يا طويل العمر 15,000 ريال. هذا غش وهذا ما يصلح أبد أبد. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ليل الليل، شي بيد النشبة. وجانا القطار بدروبة ولا تقاطع ولا إشارات. قطار في خشمك يا فقي. يا ابويا مكنت لك كعابي، خلوا على الاستراحة. أقول اركد في ديتك، نبي نروح هناك نلقى أبو درعمة ناشب لنا يبي الأجار. يا ابويا نسايسه بكلمة بكلمتين منه ويأخر لنا كم يوم. ما عليك، مسألة وقت وتفتك منه. كيف؟ أنا أعلمك، كل شيء في وقته حلو. امشي. عمي هلا. في اثنين عند الباب يبغونك. خلهم يدخلون، يمكن هذول العيال. شوقي السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ هلا يلا حيوا. تقهوى. تفضل معنا يا ابو درعمه. وين؟ نبغاك في موضوع بدون شوشره. تفضل. وين؟ القسم. تفضل. القسم؟ تفضل. وش انا عامل؟ تفضل. انا وش انا عامل؟ طيب وش انا عامل؟ يا حضرة الضابط انا وش مسوي؟ احنا متابعينك من فترة طويلة في تويتر. انت سببت الاذى الناس كثير بسبب اكاذيبك ونشرك الاشاعات عنهم. يا حضرة الضابط انا انشر مقاطع توعية للناس عشان ما يطيحون بعض الامور. فاتورة الموية على فكرة، ترى وردنا خطاب من الشركة يفيد ان الفاتورة اللي انت منزلها هذه مزورة. هذا غير كذبك على الرجال وتشويه سمعته. ما انا ولا انا مشوه سمعته. خلوه يدخل. اي والله هذا بيع المخدرات يا حضرة الضابط. احترم نفسك. هذا الضعيف المسكين اللي انت مشوه سمعته هذا يترزق الله، يوصل له وجبات تطبخها له امها الله يخليها له. بس ما دريت يا حضرة الضابط ان الوضع هاللون. تقدر تروح يا كفته، الله معك. وهذا بنكمل اجراءاتنا معه. وش اجراءاته؟ اجراءات توقيفك. توقيف؟ كفو يا كفته، افتكينا من هالشايب، خله هو يخيس في السجن وحنا في الامه في الاستراحه بدون ايجار. يا عالي هذا اللي يقول لك ضحى بنفسه وبسمعته عشان خويانه، كبير يا كفته. اتحداك يا شيخ. وانت يا عامر ما قصرت على فكرتك المجنونه. يا عيال خلونا الحين نحتفل في الامه في الاستراحه. وهي